السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم كباب حلة مكونة من بصل واللحمة. عندي كيلو لحمة هقطعه صغير، وعندي البصل دول 6 بصلات مقطعهم زي ما انتم شايفين كده، وحطاهم على النار يتشوحوا قبل ما احط الزيت وقبل ما احط اي حاجة، بشوحهم كده من غير زيت. وبعد كده بقوم حاطه الزيت عليهم لحد ما البصل يدبل، فهسيبه دلوقتي يدبل كده شويه، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا حطيت شويه زيت، ما حطيتش كتير، البصل يدبل معانا. وانا دلوقتي الكيلو لحمه اهوت قطعته حتت صغيره. كده معايا الطبق دوت فيه توم بودر وبصل بودر، بابريكا، مرقة لحمة من عند العطار اللي هي البودر دي، بتاعت التتبيلة بتاعت لحمة برضو جايبها من عند العطار، ولوري، حبهان مطحون، معلقة قرفة صغيرة، معلقة جنزبيل بودر، كزبرة، كمون، فلفل. زي ما انتم شايفين كده البصل دبل. هنحط بقى اللحمة زي ما انتم شايفين كده، اللحمة والبصل، وهنحط التوابل كلها حطيناها وكده. بصوا زي ما انتم شايفين كده حطيت التوابل وقلبت اهو زي ما انتم شايفين كده. هغطيها بقى بأي غطا لحد ما اللحمة تستوي. يعني زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا كده خلصت اللحمة تمام. اللحمة استوت، وطبعا البصل لازم تكتروا فيها البصل جدا، بس اهم حاجة ما يكونش فيها زيت كتير علشان خاطر الدهون غلط. وبعدين اللحمة بتنزل الدهون بتاعتها. فزي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله تكون عجبتكم. طبعا نعمل جنبيها شوية رز وشوية سلطة، وما كتروش الملح، طعمها حلو جدا. وممكن تعملوها بفراخ لو انتوا حابين. ممكن البصل يبقى كتير وتقطعوا البانيه حتت صغيرة، لو كيلو بانيه حتى. هي دي كلها الصينية دي دي كيلو لحمة بحلقات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده اهو، اللحمة متقطعة صغير. يا رب تكون عجبتكم، وبألف هنا والشفا.